السلام عليكم يا جيش الهاردوير والغموض. اليوم غنهضروا على واحد الروينة كبيرة، ولكن من زاوية عمركم فكرتوا فيها. عقلتوا على اسماعيل الجزائري واختراقاته، وعقلتوا على الشغب اللي ناض في تيران اسفي. بزاف كيصحاب اليوم هادشي غير صداع عادي، ولكن الحقيقة هي أننا وسط ماتريكس، والتحكم فيه فايتنا بعلم ديال آلاف السنين. الفقرة الأولى: اسماعيل الجزائري واختراق السيستم. اسماعيل الجزائري ملي كان كيخترق المواقع راه كان كيبين لينا باللي هاد الحماية اللي كيطبلوا ليها الشركات هي مجرد وهم. ولكن تخيلوا معايا باللي اعتى هاكر بشري قدام العلم اللي عند مالي الارض اللي مراقبيننا ليل نهار، كيبان بحال شي دري صغير يلاه كيتعلم يكتب حروف هيتش. هادوك الكائنات فايتين بعلم لدرجه انهم هما اللي صانعين الثغرات اللي حنا كنضاربوا باش نسدوها. الفقرة الثانية: شغب اسفي وطاقة الغضب. فاش نضت الروينة في اسفي وتشعلت العافية بين الخوت، واش يصحاب لكم هذاك غير غضب كروي؟ فاش كينوض الشغب كيتفتح واحد الباب طاقي. هادوك اللي فايتين بالعلم بآلاف السنين كيتغداو على هاد اللحظات. التكنولوجيا اللي في يدك اللي صورتي بها الشغب هي بحد ذاتها جاسوس كينقل اليوم دبدبات الغضب ديالك. هما متفوقين علينا بيولوجيا وتقنيا، وعارفين كيفاش يخرجوا أسوأ ما فينا في الوقت اللي بغاو. الفقرة الثالثة: العلم الفائق، السوبر ساينس. ملي كنقولوا فايتين بآلاف السنين راه كنهضروا على ناس او كائنات ما كيحتاجوش الايفون اولا السيليكون. التهديد ديالهم هي التكنولوجيا، كيقدروا يخترقوا العقول بلا كود ويراقبوا التحركات بلا كاميرا. هاد الروينه اللي واقعه دابا بين الشعوب هي مجرد تجارب كيديروا علينا باش يشوفوا ردود الفعل ديال هذا الكائن البشري الضعيف تقنيا. الخاتمه: التحصين هو السلاح. في الاخير واخا يكون علم فايتنا بمليون سنه، كيبقى الكود الاصلي اللي كيهزم كل شيء هو ذكر الله والقرآن. هذه هي التكنولوجيا الوحيدة اللي ما كيقدروش يخترقوها.